بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعضينا الفراخ الكنتاكي بطريقه جديده قوي، عشان ما يبقاش فيها معلش اي دم من جوه او اي حاجه مش مستويه. فاحنا حطينا ميه تغلي، حطينا فيها حبه فلفل اسمر، ونحط بصلايه مقطعه وطماطميه، ونسلق الفراخ بتاعتنا اهي مقطعينها غسلها. طبعا عارفين بنغسل الفراخ ازاي، نقعها في الجنزبيل والليمون والدقيق، وغسلتها وقطعها قطع الوركة على 2 اهو، قطع الوركة على 2 معايا، ونحطها تتسلق ونشتغل فيها. حطينا الفراخ طبعا قطع الصدر على 2 والوركة على 2 ونحطها تتسلق. سلقنا الفراخ بتاعتنا. طبعا انا بشيل من الفراخ الجلد، انت لما بتجيبيها جاهزه من كنتاكي بتبقى فيها جلد وبتاكليها، لا انا هنا بشيل الجلد خالص عشان تاكليها بجمالها. هنحط نجيب حله كده او اي طبق عندك غويط، نحط عليه معلقه توم مفروم، وحبه فلفل اسمر، وحبه شطه عشان لو عايزاها سبايسي، مش عايزاها سبايسي ما تحطيش شطه، وحبه كركم، وحبه بابريكا، وفلفل اسمر طبعا هنحطهم هنا. نحطهم، هنفض عليهم كوبايه زبادي. طبعا عارفين ان الزبادي بيدي نكهه حلوه للطيور او للحمه. هنحط تاني حبه مستردة، المستردة بتطعم الحاجه معاكي، بتديها مذاق حلو قوي. هنجيب كوبايه ميه، انا مش هحط ميه، انا هحط تاني كوبايه زبادي، وهضرب يعني هعمل المقدار كله، اقلبه كده في بعض، واحط عليه الفراخ. الله بقى بالشطه الشطه. حط كوبايتين زبادي، هتاكلك احلى فراخ، احلى من كنتاكي. هنقفل انا وانتي على كنتاكي، منها حاجه ارخص وحاجه انضف وحاجه بيتي لولادك ولبيتك، حاجه جميله جدا. انا دايما احب احط الزبادي. نقلب. طبعا انا ما حطيتش ملح لان الثوم انا حاطه عليه ملح. نحط بقى الفراخ بتاعتنا، نقلب. ريحه من قبل ما تحط اي حاجه، طعمها يعني ريحتها حلوه قوي. شحال بقى الطعم. نحط فراخنا تتبل. بعد ما تبلتها هنخليها حوالي كام، من 3 ساعات من 3 ساعات وتقليها، او من بالليل للصبح. ريحتها روعه، ولما تقليها هتلاقي طعمها اجمل واجمل واجمل، وحاجه نظيفه انت عاملاها، غسلها كويس، ما فيهاش اي دم، ما فيهاش اي زفاره، غسلها انت بايدك، عاملاها بايدك، وارخص من بره واحسن من بره. هنسيبها في التتبيله بتاع حوالي 3 ساعات، او من بالليل للصبح. بعد ما سيبناهم في التتبيله هنطلع. حطيت طبعا ده دقيق، وحطيت عليه حبه ملح وحبه فلفل صغيرين، ونتبل كده، دوسي كده عليها، دوسي بجد، ونحط في ميه ونرجعها تاني. نحطها في ميه اهي، نروح مرجعينها تاني على الدقيق. هتاكلي احلى فراخ من ايدك. تبلي، نرصها، ونعمل المقدار كله بنفس الطريقه. هنتبل، دوسي كده عشان التتبيله تدخل جوه. حطي في الميه، طلعي على التتبيله، ودوسي بالراحه برضو عشان الفراخ اصلا مستويه. بصي، نكمل بقى المقدار بتاعنا كله، ونشغل عليه زيت سخن غزير. ولعنا على زيت غزير، لازم يكون زيت كتير ويكون سخن جدا،
وهي الحاجه اهي تبلناها، وجبنا برضو نفس الميه معانا، هنحطها تاني في الميه. بص هنحط كده في الميه، بسم الله الرحمن الرحيم، نروح حاطينها في الزيت. سامعه؟ لازم تسمعي دي اهي. بصي هي مستويه بس هتاخد ايه الكفر الخارجي بتاعها. هاكلك احلى فراخ، ونأكل انا وانتي على ايه؟ قلنا على ايه؟ على كنتاكي. لازم الزيت يكون عندك غزير. نقلب فيها تحمر ونطلعها على مصفى. ايه، ما تحطهاش على مناديل مطبخ، طلعها على مصفى زي دي عشان تبقى مقرمشه. نخلص ونقدمها مع بعض. ما خلصنا هنقدمها مع رز بسمتي او مكرونه زي ما انت تحبي. بصي اسمعي الصوت، بس اسمعي. بصي مفيش اي نقطه دم. هي سخنه معلش على ايدي، بس حاجه تاكليها بسم الله ما شاء الله. ودوسي اشتراك ودوسي لايك، وشكرا لكم على المتابعه. شكرا.